السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهاردة بقى هكمل لكم باقي الفيديوهات الشنط الجميلة قوي قوي. دي اول شنطة معانا الكالفين كلاين. تمام. بصوا انا ما شفتش الموديل ده في الميرور او المستورد يعني، بس هي الفكرة جميلة جدا، الوانها تحفة. الوانها تحفة، انا مش عارفة هم صوروا رصاصي يمكن عشان جديدة، بس الوانها كلها تحفة بجد، بالبوكس احلى هدية. بكواليتي ممتازة ممتازة. نيجي بقى عند الشنطة الديور دي. طبعا احنا الترند السنة دي شايفين ان هو التايجر، سواء البني او الابيض. ركزوا بقى، الكواليتي يا جماعة ممتازة. هي الكواليتي، عشان طالعة اشكر لكم في الكواليتي، بس حاجة حلوة وتقفيل حلو. كواليتي ممتازة، والدراع مختوم واشكال تحفة. بصوا بقى اللوي فيتون دي بقى، دي بقى كارثة. بس انا اصلا الشنط، انا مش حكاية هشكر فيها. بصوا انا بنقلكم في الفيديو ده الشنط اللي بأمانة هتشتروها، سواء من عندي، سواء من اونلاين، سواء من في محل، بجد انتوا هتجيبوها وهي على ضمانتي. يعني لو في شنطة ما عجبتكوش، طبعا اختلاف الاذواق ما بيننا يعني. تمام. اعرفوا يعني. بص الشنطة دي جميلة قوي، بس لو كانت البطانة قطيفة حمراء يا سلام، كان قرب قوي من المستورد، بس الكواليتي زي المستورد بالظبط. يعني الكواليتي مستورد مش زي المستورد، بس التقفيل مصري، بس حاجة ممتازة جدا يعني. يعني الشنطة دي كنا هنجيبها في الميرور هتعدي ال2200، اللي هي لوي فيتون. تمام. انتي تقدري تشتريها في المصري مثلا ابتداء من 800 مثلا، حسب. مش هقدر اقول من كام لكام، ابتداء من 800. ممكن تقل وممكن تزيد. تمام. بجد يعني. والحاجة لو ما عجبتكوش مثلا، اكتبولي في الكومنت انتي شكرتي في حاجة وطلعت مش حلوة. انا على ضمانتي الكواليتي، لكن الذوق كل واحد فينا بيختلف يعني. فجميل الشنطة الجاس دي برضو يا جماعة جدا. يعني شنطة بناتي حلوة قوي. البينكو دي كمان جميلة. اللي بيحب البينكو الشنطة دي حلوة. يعني انا عن نفسي مش بعرف البس البينكو، او ماليش في البوكسات دي في الكروس، مش كلاسيك، وانا اكتر بلبس كاجوال على طول. جميلة جدا والوانها تحفة. عايزين تشوفوا الوانها، عايزين تعرفوا الاسعار، ابعتولي على الواتساب وانا اوريكم الوانها ايه. انا عارفه ان خلصانه يعني، بس ايه، لو معايا بس الالوان هبعتها لكم، ولما تنزل تاني ابقى احجز لكم منها ان شاء الله. انهي كونش دي؟ ايوه ايوه. افتكرتها. دي بقى دي الشنطه دي الوانها تحفه، اللي هو اللون الفاتح التاني. الكواليتي بتاعتها ممتازه يا جماعه. نازل منها طبعا الميرور، بادئ من اول 1800 ل 2400 حاجه كده، ونازل منها المقاس الاكبر كمان. انا شفت الميرور، ما شفتش المصري، بس هتبقى حلوه زي باقي الشنط يعني. دي بقى فكره جديده. تمام. عملوا بوكس للوي فيتون، ممكن تنفع الشنطه كلاتش، تنفع تلبسيها كروس. وعملوا معاها كده زي باكيت كده تحطي فيه الكروت. هو مش كارد هولدر يعني، مش هتنفع. آه لكن هي مش عارفه، مش حاساها كاريتا برضو يعني. بس الفكره حلوه، الكواليتي ممتازه. يعني عندك الستايلين تلبسيهم زي ما انت عايزه. ماشي يا جماعة، لازم نشارك، أولادي يشاركوا معايا الفيديو بأي إزعاج. يعني دوشة، عياط، صريخ، عادي جدا، زي أي أم مصرية. شنطة الكوتش دي، اللي بيحب الموديل الكوتش ومستغلي سعرها في المستورد يجيبها ويكتب لي في الكومنت أنا كان عندي حق ولا لأ، إن هي تحفة. لأ، وعاملين فيها فكرة كمان جديدة يعني. الميزة بقى إن هما بيبتكروا الصراحة. يعني مش كل مرة هننزل الشنطة ومعاها محفظة الأم. بصوا عاملين ايه بقى، حاجة كده ومعاها تمسكيها، ماشي، وتعلقيها في الشنطة بشكل جميل جدا وجديد. وألوان الشنطة جميلة برضو. أو الشنطة لوي فيتون دي الكروس، دي تحفة. الفيديو اللي فات وريتكم اللي هو الملونة بقى، اللي كان فيها لبني ومش عارف ايه، دي جميلة جدا. أنا ده الستايل اللي أنا ممكن ألبسه يعني. حلوة قوي قوي. مساحتها هي من جوه عميقة،
يعني تبان ان هي صغيرة بس هي عميقة الصراحة وجميلة. واللون الجملي ده جميل جدا. مختارين لون في التصوير المرة دي كويس اوي. الشنطة اللي بعدها بقى كيلفين كلاين. دي يا جماعة الميرور بتاعها بيبدأ من اول مثلا 1400. الاوريجينال مثلا 2500 كده يعني. الاوريجينال عندنا احنا مش في الستور. احنا عندنا حاجة وفي الدنيا بره حاجة تانية. بس المصري بتاعها تحفة. اختلاف دراع ممكن بس جميلة. هنرجع هنا بقى للشنط التنظيم المكياج. جبت لكم 3 اشكال. وفي اشكال كتيرة جدا جدا. بصوا بقى 3 علب بقى نحط الميك اب بتاعنا. ده برضو خامات مستوردة تقفيل مصري بس نضيفين. وكل حاجة يا جماعة هنرجع ونقول على قد سعرها. ما نقارنش بحاجة لأن كل حاجة على قد سعرها. متفقين. يعني اللي جاية دي غالية حبتين عشان هي مستوردة بقى كاملة. صنع في الصين يعني. مستوردة. فيها بقى ايه اللي هي الكود عاملين زي ستايل الخزنة يعني. بيني وبينكم الميك اب بقى غالي. ففعلا يتشال في خزنة دلوقتي. هي الفكرة جميلة ومنظمة للبيت. والفكرة ان حتى انت مش شرط تحطي ميك اب بس يعني. هتحطي فيها دهب هتحطي فيها حاجات. هي الاغلب للدهب برضه. انا نسيت الدهب اساسا يمكن عشان مبقاش متوفر زي الاول. انا اسفة يا جماعة. مش عارفة طالبة معايا ضحك المرة دي ليه. المهم نرجع للشنطة التالتة. المهم ان الحاجات دي احنا نقدر نشيل فيها الذهب الاكسسوار الميك اب طبعا. اي حاجة احنا خايفين عليها يعني. اي حاجة شخصية او ممكن والكريمات طبعا. اي حاجة احنا ايه بنستخدمها استخدام شخصي يعني وعايزين نحافظ عليها اطول مدة يعني. وطبعا بتتحط في شنطة السفر عادي. معايا بقى كمان شنطة لوي فيتون بقى تحفة. بصوا الشنطة دي ما اتعملش منها. انا شفتهاش في الميرور بس نزل منها في المصري كتير. وكل ما بتنزل وتتكرر الصراحة بيبقى عليها اقبال يعني. واشكالها الوانها حلوة جدا. فاللي بيحب الموديل ده هتعجبه الشكل ده. لكن ما نزلش منها في الميرور او انا ما شفتهوش. الشنطة اللي جاية دي يعني بعشقها بجد. يعني اي حد من اصحابي اول ما بتنزل لازم ارشحها له. الشنطة دي الكواليتي بتاعتها تحفة. الشنطة على الطبيعة تحفة. آه وبرضو يعني جيبوها وانتوا مطمنين. لو فيها اي حاجة ما عجبتكوش يبعتولي. الشنطة جميلة. انا بحب الستايل ده جدا جدا جدا. والشنطة اللي بعتها برضو بعدها فينتي بس اصغر شوية. فانا بحب المقاس ده. هو ده بالنسبة لي 35 او 37. هو ده بالنسبة لي المقاس الكويس. يا اما الكروس وما يكبرش عن 25. دي بقى بين البنين. فانا ما بحبش المقاس ده بالنسبة لي. بس الكواليتي الشنطة ممتازة. والشكل تحفة. لا منها صغيرة قوي ولا منها كبيرة. حلوة قوي. الشنطة اللي جاية دي بقى آخر شنطة. شنطة لايت كده تنفع في المناسبات وخفيفة وحلوة. وكده أكون ختمت معاكم الفيديو المرة دي. وأقول لكم أشوفكم الفيديو الجاي مع مها حمزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.